كشف محامي حبيبة الشماع فتاة الشروق تفاصيل مثيرة في القضية وتطور خطير في سير التحقيقات، حيث تسلمت النيابة العامة تحليل المخدرات الخاص بسائق أوبر المتهم في الواقعة. وقال المحامي محمد فودة محامي حبيبة الشماع فتاة الشروق في تصريحات خاصة لصدى البلد أن السائق ثبت إيجابية تحليل المخدرات الذي يثبت أن السائق يتعاطى المواد المخدرة. وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من مرتادي طريق السويس أفاد بسقوط فتاة من سيارة متحركة على طريق السويس بالقرب من مدينتي. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات الواقعة، وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف